هانز فليك يشعل الحماس. هل لويس دياز على أبواب برشلونة؟ كلام فليك يشعل الميركاتو. دياز في الأفق، ويامال جوهرة برشلونة. أهلا ومرحبا بكم في قناتنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هانز فليك يقود برشلونة نحو آفاق جديدة، وتصريحاته الأخيرة عن لويس دياز ولامين يامال جعلت الجماهير على أطراف مقاعدها. المدرب الألماني الذي أعاد البلوغرانا إلى صدارة الكرة الإسبانية يبدو أنه يرسم خطة طموحة للميركاتو الصيفي، وكلامه عن النجم الكولومبي وجوهرة النادي الكتالوني ينذر بصيف ساخن. عندما سئل فليك عن إمكانية ضم لويس دياز نجم ليفربول، حاول الحفاظ على هدوئه، لكنه لم يستطع إخفاء إعجابه. قال: لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، لكن دياز لاعب رائع، وأي ناد في العالم يرغب في ضمه. ثم أضاف بابتسامة ماكرة: سنرى ما سيحدث في الميركاتو الصيفي. هذه الكلمات أشعلت التكهنات. هل يستعد برشلونة لتقديم عرض ضخم لخطف دياز من أنفيلد؟ التقارير تشير إلى أن الصفقة قد تتجاوز 85 مليون يورو، وهو مبلغ يعكس طموح النادي في بناء خط هجومي يرعب أوروبا. دياز بسرعته ومهاراته يمكن أن يكون إضافة مدمرة إلى تشكيلة تضم بالفعل مواهب مثل رافينيا وبيدري، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يستطيع برشلونة بظروفه المالية إتمام صفقة بهذا الحجم؟ أم أن فليك يعتمد على خطة سرية لإقناع ليفربول؟ في الوقت نفسه يبقى لامين يامال محور اهتمام الجماهير. الفتى البالغ من العمر 17 عاما أصبح رمزا لمستقبل برشلونة، وتجديد عقده أولوية قصوى. فليك في رده على أسئلة الصحفيين أظهر ثقة مطلقة في ولاء يامال. قال: لامين ابن النادي، وأنا متأكد أنه لن يخذلنا. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، لكننا سنجد حلا يرضي الجميع. هذه الكلمات ليست مجرد تصريح عابر، بل رسالة واضحة إلى الأندية الأوروبية العملاقة التي تتربص بالنجم الشاب. مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على وجه الخصوص يتابعان وضع يامال عن كثب، لكن فليك يبدو مصمما على إبقائه في الكامب نو. التقارير تشير إلى أن برشلونة يجهز عقدا جديدا يمتد حتى 2030 مع راتب يعكس مكانة يامال كركيزة أساسية في المشروع. ما يجعل هذه التصريحات مثيرة هو سياقها. برشلونة تحت قيادة فليك ليس مجرد فريق ينافس على الألقاب، بل ناد يعيد بناء هويته. ضم لاعب مثل دياز سيعزز القوة الهجومية، بينما الإبقاء على يامال يضمن استمرارية المشروع على المدى الطويل. فليك بذكائه التكتيكي وخبرته في إدارة الأزمات يعرف كيف يوازن بين الطموح والواقع، لكنه يواجه تحديات كبيرة: الوضع المالي للنادي، المنافسة الشرسة في سوق الانتقالات، وضغط الجماهير التي تتوقع عودة برشلونة إلى هيمنته الأوروبية. الصيف المقبل سيكون حاسما. إذا نجح برشلونة في ضم دياز وتأمين يامال، فقد يصبح الفريق مرشحا قويا لاستعادة لقب دوري أبطال أوروبا. لكن الطريق لن يكون سهلا. ليفربول لن يتخلى عن نجمه بسهولة، وتجديد عقد يامال يتطلب مفاوضات دقيقة. فليك بثقته المعهودة يبدو جاهزا للتحدي. تصريحاته ليست مجرد كلام، بل إشارات إلى خطة أكبر. في النهاية برشلونة يقف على مفترق طرق. الميركاتو الصيفي سيحدد ما إذا كان النادي قادرا على استعادة مجده، أم أنه سيظل في مرحلة إعادة البناء. مع فليك على رأس القيادة والأسماء الكبيرة مثل دياز ويامال في الصورة، الجماهير لديها كل الأسباب للحلم. ما الذي سيحدث؟ الإجابة في يوليو. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك؟ هل لويس دياز هو الإضافة التي يحتاجها برشلونة؟ وهل يامال سيبقى وفيا للنادي؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع عشاق برشلونة. فيسكا برصا.